لوسي كان كيجي عندي بالليل وانا راجلي مسافر، وانا كنت كنلقى داكشي اللي في لوسي مكنلقاهش في راجلي تغرب وسمح فيه انا وبناتو، وشيخي كان ساكن في الطابق الثاني، ولوسي كان كيجي عندي انا، كنت كنلقاه حدايا ومسخن ليا فراشي مع راجلي. داكشي اللي لقيت في لوسي عجبني الحال وبقيت معاه، ولكن داكشي اللي وقع لي في الاخر، سميتي نعيمة، في العمر ديالي 40 عام، مزوجة وعندي 2 وليدات، وليد وبنية. تزوجت زواج تقليدي، زواجي كان ناجح الحمد لله في الأول، ولكن من بعد ولاو مشاكل وضغوطات في الحياة. راجلي جاتو الخدمة على برا وخلاني أنا عايشة مع والديه عجوزتي وشيخي، ولوسي كان حتى هو عايش معنا في الدار. أنا تزوجت على 28 عام، بقيت مع والديا المدة ديال 2 عام ملي مشى راجلي على برا. من بعد مشيت سكت مع عجوزتي وشيخي ولوسي. مهم راجلي كان كيقول لي خصك تبقاي مع والديا، ما يمكنلكش تبقاي مع والديك، راكي مزوجة دابا. المهم صافي بقيت مع عجوزتي انا وشيخي ولوسي. راجلي كان كيبقى بعض المرات هذيك 6 شهور 8 شهور وكيجي كيطلع لينا، كيدوز معانا ديك المدة ديال 15 يوم 20 يوم وعاو كيرجع. من بعد ولا كيمشي وكيطول ما كيجي يهبطنا عندنا. صافي حتى طحت انا حاملة، حملت ولدت مرة الأولى بنت. من موراها دازت واحد المدة عاوتاني ديك 2.5 عام تاني عاود حملت ولدت بنت. ربي رزقني ب2 بناتات، وراجلي من بعد ما بقاش كيهبط، طول بزاف. بديت كنقول ليه خصك ضروري حتى حنا طلعنا معاك، ما يمكنناش حنا نبقاو هنا وانت تما. ولكن هو قال لك لا، ضروري تبقاو تما مع والديا، انا هنا عايش مكرفص وما عنديش فين نجيبكم. صافي بقيت مع والديه حتى مرضت الام ديالو ماتت، بقى معنا غير شيخي ولوسي. وراجلي كان ما كيبغيش يهبط عندنا، كنبقاو غير حنا في الدار. من بعد لقيت راسي انا بوحدي، ما كانش على من تكا، راجلي ما كاينش، وليداتي كيكبروا ولكن انا كنبقى بوحدي. كنت كنقول ليه واش انت ما غتجيش غتبقى تما؟ كيقول لي انا خدام. واش كما سحاب لي كان هنا كنلعب، انا راني خدام. كان كيتصل بينا وكنهضر معاه، ولكن من بعد قطع علينا مره، مبقاش كيسول فينا،
كيسول فيا ما كيسول في بناتو. من بعد قلت لشيخي ولدك ما عرفتوش يمالو، ما بقاش كيسول لا في بناتو ولا فيا انا. قال لي يا بنتي الله يهديه، حتى انا اللي هو باه ما بقاش كيسول فيا، ما تعرفش السبب. ربما يكون عنده شي ضغوطات وحنا ما عارفين والو، ما تحكميش عليه. صافي بقيت هكاك، ما كيتصل، ما كاين خبر، ما كاين والو. المدة ديال 2.5 عام وانا صابرة. حتى واحد النهار كان حدانا واحد العرس ديال الجيران. جا عندي شيخي قال لي يا بنتي ضروري تمشي تحضري، هادو راه جيران والباب في الباب، حشومة، شو بارك ليهم. قلت لها عمي ما يمكنليش نمشي وراجلي ما كاينش. قال الله يهديك يا بنتي، ما راجلك ما كاينش انا هنا كاين، غير نمشي. مهم سمعت كلامه، لبست عليا، قديت راسي وكنت ماشية وخديت بناتي معايا. لوسي ملي شافني بقى عينو حال فمو فيا، ما عرفتش ديك الشوفات اول مرة نشوفهم. قال لي تبارك الله عليك مرات خويا، راك جيتي غزالة وزوينة. انا حشمت، قلت لي شكرا. من بعد قال لي واش نوصلك؟ قلت لي فين غتوصلني، راه الباب في الباب. قال لي واخا. جا شيخي قال لي خليه يوصلك دابا الليل. قلت ليه صافي واخا. مشى معانا وهو عينو ما بغاش يحيدو مني، غير كيشوف فيا. قال لي تبارك الله عليك جيتي غزالة. خويا ما خدا الزين وما يستاهلش هاد الخير كله عنده، ولكن هو ما يستاهلش. انا بقيت غير ساكتة. قلت ليه ما تجبدليش الهضره على خوك. صافي مهم مشيت للعرس، وملي كنت جايه لقيته في الباب كيتسنى. قلت ليه اش كدير هنا؟ قال لي ما يمكنش نخليك تجيب وحدك وانتي هكا. المهم حنا جايين وحنا كنهضروا، ما نكذبش عليكم حسيت بواحد الاحساس غريب وواحد الراحه. قلت مع راسي انا مازال صغيره وراجلي تخلى عليا وما حسش بيا، وما عرفتوش فين دابا، كاين ولا واش عايش ولا ميت. وانا كنتسنى فيه وهو ما سايق اخبار اش كندير وما كيسولش فيا. المهم كنهضر بوحدي فحال شي حمقى. قال لي لوسي مالكي، واش كتدوي بوحدك؟ قلت ليه لا، غير كنفكر وصافي. قال لي ما تفكري حتى في حاجه، الا ما كانش خويا كاين انا كاين هنا. حسيت بالراحه ملي سمعت ديك الهضره. قلت لي شكرا، ما عنديش فيك الشك. دخلنا. ملي جيت ندخل قال لي ارى يدك باش ما تطيحيش. ما احنا كانت في عندنا في الباب واحد الدرجه وانا كنت لابسه قفطان. المهم شد ليا في يدي وحسيت بديك اللمسه ديالو ماشي بريئه. صافي من ديك اللحظه وانا كنفكر في لوسي، وهو
من ديك النهار كيشوف فيا شي شوفات ماشي هما هادوك. صافي بدات العلاقة بيناتنا. شيخي كان كينعس في الطابق الثاني، وانا كنت في الطابق الاول. وليداتي كينعسوا بكري، كنبقاو غير انا ولوسي، حتى واحد ما كيسقنا الخبر الا الله. صافي داكشي اللي ما لقيتوش في راجلي لقيتو في لوسي. لوسي كان مبرعني ومتعني، وانا كنت فرحانه. بقيتي كنهتم براجلي ولا كنسول فيه بالمره. في ديك اللحظه بقيت كنتمنى ما نشوفوش وما يجيش. خليته صافي. وليت كنحس بواحد شعور غريب وغزال. وليت كنبغي لوسي. صافي من بعد كنخليو شيخي كيطلع ينعس في بلاصتو، وحنا كنبقاو مع بعضياتنا عايشين الحياة. ما كيهمنا والو، ما كنفكر في بناتي، ما كنفكر في راجلي، ما كنفكر في شيخي، ما كنفكر حتى في واحد. كنت عايش الحياة كنقول انا مازال صغيرة، علاش ما نعيش حياتي؟ هو راهو عايش حياته وما كيفكر لا في بناته ولا فيا انا، وما كيفكرش حتى في باه. من نهار اللي ماتت الوالده ديالو قطع علينا الهضره. صافي وليت عايشه مع لوسي. هو راجلي وهو كل شيء. وهو خا الصراحه هو كان زايد عليا في السن، ولكن انا كنت كنحس به فحال لي انا اللي كبيره عليه. هو كان فحال لي هو ولد صغير خصو الحنان، ولقاه فيا انا. كان كيبغيني بزاف وحتى انا. واحد الشعور زوين كنت كنحس به معه، عمرني حسيت به مع راجلي. ولكن داك الشي ما بقاش هو هذاك. واحد النهار غادي نتفاجئ داب شيخي قال ليه ولدي دابا انت كبرتي، ضروري خصك دير وليداتك ودارك، خصك تشوف شي بنت الناس وخصنا نجوجك. لوسي تصدم، قال ليه الوالد انا دابا ما بغيتش نتزوج في هاد الساعه هادي، من بعد ونفكر في الزواج. ولكن شيخي بدا مصمم، قال ليه لا ولدي، انا بغيتك تزوج ونشوف وليداتك قبل ما نموت. ولا كنت انا عندك عزيز خصك دير هادشي اللي كنقول لك. شفت فلوسي فحال اللي بغى، قال ليه واخا الوالد انا غادي نفكر وان شاء الله ما يكون غير الخير. انا في ديك اللحظه تقرصت وتعصبت وما بغيتش. حسيت بواحد الغيره، ما بغيتش لوسي دي شي واحده اخرى من غيري انا. كنت كنبغيه بزاف. من بعد جا الليل، جا عندي لوسي، قلت لي شنو هادشي، واش بصح غادي يتزوج؟ قال لي ما نكذبش عليك، انا ما باغيش نتزوج، ولكن بغيت نرضي غير الوالد ديالي. انت عارفه راجل كبير، هو خصو يشوف وليداتي قبل ما يموت. تحسيت به هو باغي يتزوج. انا بغيت نحماق، قلت مع راسي اش غندير دابا؟ انا ما نقدرش نتخلى عليه وما نقدرش نتفارق منه، انا وليت كنبغيه بزاف. قال لي شوفي انا واخا نتزوج عمرني نتخلى عليك، غادي نبقاو هكا
علاقتنا عمر ما تسالي. قلت ليه انا ما بغيت حتى شي وحده تاخدك مني ولا تشاركك معايا. قال لي الهبيله انت هي الكل في الكل، كون هانيه، انا غادي نرضي غير الوالد ديالي وصافي. ولكن النهار اللي جا داك النهار باش يتزوج، اتزوج بواحد البنت. ديك البنت كانت زوينه وزوينه بزاف. النهار اللي ما كان ماشي يدخل عليها كنت غادي نموت بالفقصه، غنطرطق. جاتني الغيره، واحد الغيره اللي ما تخيلوهاش اخوتي. هو معاها في البيت وانا كنتقطع من داخل، كنتخيل داكشي اللي كان كيدير معايا كيديرو معاها، وديك الهضره الزوينه اللي كان كيقول ليها كيقولها حتى ليا انا. صافي الغد ليه فقت في الصباح، جات عندي هي الكوزينه قالت لي صباح الخير. شفت فيها انا بواحد النظره خايبه بزاف. قلت ليها صباح الخير. قالت لي بغينا نفطروا. قلت ليها واخا انا غادي نوجد الفطور، ولكن في قلبي كنقول ليها انا بغيت نعطيك السم الا بغيتي تاكلو ونتهنى منك. انتي جيتي في اخر لحظه وخديتي ليا راجلي اللي كنبغي. كنت كنتوهم باللي هو راجلي، ولكن في الحقيقه هو ماشي راجلي. راجلي مشى وما فكرش فيا. صافي اما لوسي مبقاش كيما كان معايا، تبدل دغيا دغيا. فاين ديك الراجل اللي كان كيقول لي غنقدرش نتخلى عليك وانا كنبغيك وكوني هانيه، غي جات في ليله واحده بثلاثه. في مره دخل عندي الكوزينه وجا عندي قال لي اختي نعيمه كي صبحتي مزيانه. شفت فيه انا واستغربت. قلت ليه اختك؟ منين جيتك انا اختك؟ واش انت نسيتي راسك ولا؟ قال لي من هاد اللحظه انتي مرات خويا واختي في نفس الوقت، ما كاين حتى شي حاجه واحده اخرى. وداكشي اللي فات فات، ما تفكرنيش فيه. انا غلطت بزاف، كنتمنى الله يسمح ليا ويسمح ليا حتى خويا، وحتى انتي نسى ديك الشي. بقيت غير كنشوف فيه. قلت مع راسي نعيمه غلطتي بزاف، وانتي ماشي في المكان اللي صحيح. انتي راكي غلطتي بزاف. طلبي من راجلك وربي يسمح ليك. واش